جيلي بوي كان بيتدرب بشكل مجنون 24 ساعة لدرجة إن طلع له بروكلي في راسه. أمه خافت وافتكرت إن في حاجة غريبة مسيطرة عليه، فقررت تجيب معالج روحي من الشوكولاتة. لما دخلوا الأوضة لقوه بيبدل بسرعة رهيبة، ولما شاف المعالج ابتسم ابتسامة مريبة خلت الراجل يحس إن الموضوع مش سهل. بعد ما كلم الأم راح يبص في الحمام يمكن يلاقي دليل، لكن فجأة جيلي بوي ظهر جنبه وكأنه هيغسل سنانه ووصله رسالة إنه يخليه في حاله. البروكلي في راسه كان بيكبر. المعالج بدأ يحط رموز حماية، لكن جيلي بوي كمل تمرينه. المعالج وهو متوتر رش سكر وبدأ يتمتم بكلمات ومعاه سلسلة حلوة. فجأة جيلي بوي قفل الباب وعلق بوستر الهرم الغذائي، وده خلى المعالج محتار. بعدها طلع على السرير وخلع طبقة الحلوى وكشف إنه مخلوق بروكلي. المخلوق بدأ ينط بالحبل لدرجة الأرض اهتزت وخلى الاتنين يفقدوا توازنهم. لما بصوا فوق لقوه اتحول لشكل ضخم وغريب. المعالج أدى للأم زجاجة شراب ذرة عشان ترشها عليه. أول ما السائل لمسه أجهزة التمرين اختفت والمخلوق أخرج مادة خضراء واختفى. جيلي بوي رجع لطبيعته وحضن أمه، والمعالج خرج مبسوط لكنه حس بوخزة في ظهره. مخلوق البروكلي كان أذكى وسيطر على المعالج.